السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل طعمية محشية. هنحتاج في الوصفة دي نص كيلو فول مدشوش، وهحتاج كزبرة وشبت وبقدونس كمية صغيرة جدا، أقل من نص ربطة من كل نوع. وهحتاج كمان ربطتين كرات، بصلة متوسطة، و5 فصوص توم، والبهارات ملح وكمون وكزبرة وبيكنج باودر. هقطع بقى الخضرة، البقدونس والكزبرة والشبت والكرات، واحطهم في الكبة، واحط شوية مية، شوية صغيرين مش كتير عشان يسهلوا الضرب. اضرب بقى الحاجات دي كلها مع بعضها. الفول المدشوش ببقى نقعاه قبلها بليلة، قبل ما انقعه اغسله كويس جدا مرة واتنين وتلاتة، وبعد النقع اغير المية بتاعته واشطفه تاني من مية النقع. والخضرة تكون مغسولة كويس. افتح بقى الكبة كده ونزل على الجناب واقلب الكمية مع بعضها. كنت حاسة ان هي محتاجة شوية مية، هشغل بقى كده. بقت طعمية. مفيش اسهل من كده. شايفين القوام؟ اضرب كويس قوي لحد ما يبقى بالقوام ده. احط بقية الكمية بقى واضربها. انا كارلا، ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة اعملوا لي اشتراك ولايك. كده الطعمية بقت جاهزة معايا. شايفين؟ كده الكمية كلها اتضربت. المية مش هزود مية كتير، ازود شوية واضرب، ولو حسيت انها محتاجة شوية كمان ازود شوية كمان، لكن ما زودش زيادة عن اللزوم عشان تبقى في القوام اللي احنا شايفينه ده. مش تبقى اتقل من كده ومش تبقى اخف من كده. اللي بيشتكي ان الطعمية وقت القلي بتفك منه او بتفرش في الطاسة، بيبقى السبب كده ان المية زيادة. كمان ما بنزودش الخضرة قوي عن كده عشان مش تغمق معانا ومش تشرب زيت كتير. مش هحط البهارات على العجينة في الوقت ده، هحط البهارات على العجينة وقت الاستخدام عشان مش تغمق ولونها مش يتغير. كده الطعمية بقت جاهزة معايا. يلا بقى اعبيها في اكياس عشان احفظها. اعبي بقى اكياس الكمية اللي انا حباها.
وهحفظها في الفريزر، وهطلع الكيس وقت الأكل. الطعمية في البيت بنبقى ضامنين نظافتها، نظافة الفول والخضرة والزيت. يلا بقى نعمل حشو. معايا فلفل مقطعة، وبصلاية متوسطة، طماطمتين متقطعين، و5 6 فصوص توم، والبهارات ملح وكمون وكزبرة. اجيب بقى الكبة، احط البصلة واضربها. ما تنسوش وانتوا بتعملوا الطعمية تصلوا على النبي. حط بقى التوم في الكبة والبصل، واضربه. مش عايزاهم يبقوا ناعمين قوي. تمام كده. اجي بقى على النار في طاسة، احط شوية زيت. لما الزيت يسخن انزل بالثوم والفلفل، اديلهم تشويحة. اي حاجة فيها توم بنحطها على النار، سواء توم لوحده او توم مع بصل او توم مع فلفل، مش ينفع نسيبها، لازم نفضل واقفين قدامها ونقلب على طول، لان التوم بيتشوح بسرعة وبيتحرق بسرعة. انزل بعد كده بالبصل، اديله تشويحة. طماطم، الطماطم بقطعها مكعبات. الطماطم مش ضربتها في الكبة عشان انا مش عايزاها تكون سايلة، عشان دي هنحشي بيها الطعمية. هجيب بقى نص معلقة ملح، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة. حاول كده بسن المعلقة ادوس على الطماطم عشان تدبل، عشان انا مش عايزاها تبقى حتت عشان اقدر احشي بيها الطعمية. بس كده الحشوة بقت جاهزة. يلا بقى حط التوابل على الطعمية. حطيت معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة.
وشوية بيكنج باودر شوية على طرف المعلقة. اقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. اجي بقى في طاسة على النار، معايا مية جنب طبق العجينة، ابل ايديا وبعدين اشكل الطعمية بالحجم اللي انا عايزاه وبالشكل اللي انا عايزاه واقلي. المية بتخلي العجينة بتاعة الطعمية مش تلزق في ايديا، تنزل بسهولة في الطاسة. لو كمية العجينة اللي انا بعمل منها الطعمية كبيرة وهعمل منها طعمية واحتفظ بالباقي في التلاجة، مش ينفع احط ايديا وهي مبلولة في العجينة، عشان ده هيقلل صلاحيتها، هيخليها تبوظ على طول. بستخدم معلقة. ابدأ بقى اعمل الطعمية المحشية. احط شوية حشوة كده، وبعدين احط كمية تانية واقفل عليها كويس من كل النواحي عشان الحشوة مش تطلع في الزيت. واحط بقى السمسم كده زي ما انتوا شايفين. الطعمية متماسكة في الزيت، ما فرشتش ولا فكت. اللي بيحب الحشوة تكون حرة بيغير الفلفل البارد بفلفل حر ويزود شطة. بنقلي على نار تكون متوسطة عشان الطعمية تستوي من جوه، لكن لو هنقلي على نار عالية هتاخد لون من بره وهتبقى من جوه لسه نية. والزيت يكون غزير عشان الطعمية تقدر تنفش. اقلب بقى الطعمية كده. ممكن بدل السمسم اللي غطيت بيه الطعمية استخدم كزبرة. اطلع الطعمية في مصفى، مش هطلعها على مناديل عشان مش تطرى. احط بقى الحشوة في الطبق بتاع التلج بتاع الفريزر عشان تبقى مكعبات كده. واحطه في الفريزر، وقت ما احتاج لها اطلع الكمية اللي انا محتاجاها، مكعب 2 3. احط الطبق في الكيس واحطه في الفريزر. مش ينفع طبعا نفكها ونرجع نجمدها تاني. شايفين الطعمية شكلها يفتح النفس. الطعمية المحشية شايفين نص كيلو الفول عملت لي كمية قد ايه. اعملوها وقولولي رأيكم فيها. بألف هنا.